بنستناها كل يوم الصبح في ريل على الانستجرام وعلى تيك توك، بتطلع لنا تدينا نصيحة ومعلومة وبهجة، بتقول لنا يا صباح الفل غدا يا كريم. صباح الفل. منورانا يا غادة. ربنا يخلّيك، ميرسي. اخبارك ايه؟ كويسة الحمد لله، مبسوطة، أول بودكاست أعمله في حياتي تقريبًا، عادةً ما بابقاش موجودة في البودكاست كتير، يعني بابقى على المنصة بتاعتي، بس أشعر إن أنت النهارده ستطأ أماكن في قلبي لم يطأها مخلوق من قبل. حابب أدخل في منطقة الكتابة بتاعتِك، أنتِ كسرتِ تابوهات كتيرة جدًا، وطرحتِ موضوعات جريئة جدًا في كتاباتِك، دي صفة شخصية فيكِ والّا أنتِ اكتسبتيها بالخبرة مع الوقت؟ الكاتب بيعكس دايمًا اللي في قلبه، وبيعكس دايمًا شخصيته، أنا شخصية جريئة في المجمل، يعني لو سألتني سؤال هارُد عليك بإجابة هي يعني جريئة أو ما يمثلني، يعني هاقول لك الحقيقة وهاقول لك الصراحة، حتى لو الكلام ده مش هيعجبك، حتى لو الكلام ده لو شخص غيري يخجل إنه يقوله، بس أنا دايمًا باقول الحقيقة، ودايمًا عندي الجرأة إني أقول الحقيقة. في 3 حاجات الإنسان بيشعر دايمًا المجتمع بيشعر دايمًا إنك لو اتكلمت فيهم رُحت في حتة مش لطيفة، السياسة والدين والجنس. إمم. فلو أنا مش هاتكلّم فيهم، لو الكتابة والوعي الناس اللي بتكتب بتطُل على الناس عشان يزوّدوا وعيهم، مش هيتكلّموا فيهم، مين هيتكلّم فيهم؟ إمم. فلذلك أشعر إن ده جزء من شخصيتي وجزء من رسالتي على الأرض إن أنا أتكلّم فيهم. من علامات الحب ال7 لحد عزيزاتي تارة، إمم. إيه اللي اتغيّر في غادة كريم؟ شخصيتي اتحوّلت من سِت عندها باكتب بقى لي 14 سَنة، اتحوّلت من سِت في العشرينات إلى سِت في الأربعينات، وخلال الرحلة دي كلّها أنت بتستكشف نَفْسك، بتستكشف نَفْسك خلال الولاد والعلاقات والدنيا والضغوط والمراحل والمرض وكل حاجة بتستوعبها بشكل مختلف، في generations في النُص كتيرة أنت بتنُط كده فيها، فبتكتشف في رحلة الوعي إنّك بقيت مختلف. إيه اللي خلّى علامات الحب ال7 يطلع لنا للنور؟ أنا أول ما ابتديت أكتب، كتبت في روز اليوسف، إمم. ومقالات عدِّت ل100 مقال تقريبًا، 150 مقال، فأستاذ عبد الجواد أبو كَبّ هو اللي جابني من بيتنا قال لي: "والله تعالي اكتبي." أنا سِت خريجة environmental science biochemistry والتانية على القسم بتاعي ودكتورة في الجامعة، ما ليش في الكتابة، وخواجاية، يعني برضه لساني معوج كده، فهو قال لي: "لأ، أنتِ سِت بتعرفي أصل الكتابة هي الفكرة، أصل الكتابة إنك في فكرة في عقلك عارف تعبّر عنها، هو ده أصل الكتابة، لكن الediting بقى الألف همزة من فوق، همزة من تحت، ده في الedit الناس بتلمّه يعني." فبدأت أكتب، فاتشجّعت روزا اليوسف وفضلت أكتب سنين، بعد 3، 4 سنين بقى عندي مقالات كتير أوي، هو اللي شجّعني إن أنا أجمّعها في كتاب، وقد كان علامة الحب ال7. أنتِ دلوقتي قُلتِ إن الكتابة بتبدأ بفكرة، إمم. تمام؟ دي حقيقة. ودايمًا في معظم البودكاست في الreels بتاعتِك بتتكلمي عن الأفكار ومعالجة الأفكار، ممكن تكلمينا شوية عن الموضوع ده؟ في نوعين في الكتابة، في كتابة زي روايات كده، اللي هي بتجيب اللابتوب بتاعك تقعد في مكان هادي قهوتك وتبتدي تتخيل الأشياء، والكتابة الأخرى اللي هي أدب الاعترافات اللي أنا أنتمي إليها، اللي هي أنت إمم. في حاجة بتحصل قدامك هي دي اللي بتبقى الtrigger هي دي اللي بتبقى الشرارة اللي بتخلّيك تكتب، بتخلّي أنا كده، أنا لازم حاجة تحصل من قدامي الأول وبعدين في الbackground أنا اللي باكتب. عندِك role model في يعني بتحبيه في الموضوع بتاعِك اللي أنتِ بالكتابة اللي أنتِ بتنتمي ليها؟ أعتقد من ألطف الناس اللي بتكتب أدب اعترافات عمر طاهر، عمر طه. صديقي العزيز جدًا عمر طاهر آه، إمم. عمر ليه كتابات هو من أشطر الناس اللي عينه بتجيب أوي، أوي اللحظة، يعني هو أدب الاعترافات ده عبارة عن لحظة كده أنت بتعدّي من قدامك فبتكتب عنها، أنا فاكرة إن في مقال في كتاب اسمه وسائل المواصلات تقريبًا، هو كتب الكتاب ده في وسائل المواصلات تقريبًا، إمم. كتاب مسلي كده ولطيف وصغير، كانت فكرة جريئة أوي، كتب إن نُص عمر البني آدم بيقضّيه وهو بينتظر الأشياء، مستني الفلافل دي تطلع من الطاسة، مستني الأسانسير، مستني باص المدرسة، مستني، نُص عمرك مستني. إمم. فكرة غريبة جدًا، يعني وأعتقد عمر طاهر أشطر واحد بيورّيك الحياة كده. إيه أجرأ اعتراف كتبتيه في كتاباتِك؟ طيب هو كتابتي مش عن اعترافاتي بس ولا اعترافات الناس بس، هو عبارة عن حياة، يعني عبارة عن إمم. حياة كاملة كده أنا باشوفها من زوايا مختلفة. أعتقد أجرأ حاجة إن في الكتب الأخيرة بس أنا جارية من أول كتاب الحقيقة، يعني أصل أول كتاب كان فيه في علامات الحب ال7 العلامة التالتة بتتكلم عن الجسد، إمم. يعني كان في الرابعة بتتكلم عن الجسد والعلاقات الجسدية، فأنا من أول كتاب وأنا باكتب عن الجنس عادي جدًا، أول مقال كتبته في حياتي كان اسمه الجنس عيب وحرام. إمم. فروزة اليوسف، كنت صغيرة أوي، فأعتقد إن أنا من أول كتاب لآخر كتاب باكتب كده، هو الجديد إن أنا بدأت في reels أقول كده، وعلى فكرة القصة مش كبيرة زي ما الناس حاطينها في إطار كبير، يعني القصة سهلة أوي إن أنا عندي 1500 reel منهم 5 باقول فيهم مثلًا إن نُص وزن الجواز sex. إمم. طب ما نُص وزن الجواز sex طب ما ده شيء طبيعي جدًا، هو دي معلومة يعني يجهلها البشر، أُمّال الناس تتجوز ليه؟ ده دي إمم. الطريقة الوحيدة اللي الناس بتعِف بيها نفسها. طب اهم. إذا كان أنا ضد المساكنة وضد الجواز التاني وضد الناس تعمل حاجة حرام وضد كل حاجة برّه الإطار ده، فأنا لمّا باقول إطار الجواز طبعًا لازم أتكلم فيها عن العلاقة الجسدية. في جملة مهمة أوي كتبتها في كتاب 50 سؤال في الحب، إنه الجواز الناجح قائم على نُصّه، نُص وزنه sex عظيم
عظيم وصداقة عميقة، يعني لو إمم. الشرطين دول اتحققوا في الجواز، أنت كده جوازتك ناجحة جدًا، صحية جدًا. نخلّي إزاي الناس تتكلّم عن علاقتها الجنسية بشكل healthy وصحّي من غير ما يروحوا في حِتَت شائكة أو حِتَت تودّيهم في العلاقة لمكان dark شوية؟ قبل الجواز والّا بعد الجواز؟ لازم تحدد. الاتنين، لأ، أنا طماع شوية. قبل الجواز الناس مش محتاجة إن هي تنفتح على الآخرين بالمنظر ده، يعني إمم. أنا ضد إن هو خطيبي أقعد أتكلم معاه لأ مش هينفع، لكن بعد الجواز أنا مع جدًا، جدًا، جدًا إن الناس علاقتها كل ما تقرّب يعرفوا يتكلموا مع بعض بأريحية شديدة. إمم. لإنه في حواجز مش جسدية بس، في حواجز روحانية في العلاقات، إمم. وهو ده اللي مهم في الجواز، الحواجز الروحانية دي هي اللي المفروض تتشال مش الجسد، عادي جدًا إن شخصين يتعاروا قدّام بعض، بس فكرة إن هُم يتعاروا روحانيًا قدّام بعض، يعني أقدر أقول مشكلة، أقدر نفسيًا أبقى منفتحة على الآخر، هي دي الbond الحقيقي، هو ده الرابط الحقيقي أصلًا في العلاقات عمومًا. ممكن توضّحيه لنا أكتر الجانب ده؟ هاقول لك، في ناس في الجواز بتكتشف نفسها أولًا، في عيون الآخر بتكتشف نفسك، في علاقات بيرتبطوا بيها الناس، يدخلوا في علاقة جسدية وبيطلعوا منها هُم بس اتعرّوا، هُم بس رجعوا، لكن هُم بينهم حواجز كتيرة جدًا، يقول لك أنا ما اقدرش أقول لجوزي كده، طب هتقولي لمين؟ ويقول لك أنا ما اقدرش أقول لمراتي كده، طب هتقول لمين؟ فمن هنا بتيجي المشاكل، من هنا دول الناس اللي بنشوفهم في الsessions جايين couples therapy يقول لك أصل أنا ما اقدرش أقول لها كذا، أصل أنا ما اقدرش أقول له كذا، وخلّي بالك لو إحنا مش بنقدر نتكلم على الحاجات اللي بتحصل في السرير، إحنا برضه ما بنقدرش نتكلم على الحاجات اللي برّه السرير. يعني ده behavior عام، الست اللي قريبة من جوزها دي قريبة في كل التفاصيل، والست البعيدة دي بعيدة في كل التفاصيل، فده مجرد indicator أنت لسه عندك بقى ماديات، أنت لسه عندك مسؤوليات، أنت لسه عندك مشاكل من قبل كده، أنت لسه عندك مخاوف اللي بعد كده، فأنت فكرة الجواز القرب ده بتعمل حالة من حالات الhealing، يعني فكرة إن حد يبقى قريب منك فيطبطب عليك، فيسمعك، هو ده الهدف، هو ليه ربنا أصلًا قال إن الجواز ده سكن ومودة، عشان هو ده الهدف بتاع الhealing. الست إزاي تصاحب جوزها؟ تسمع له، أنا أعتقد إن الستات نكدية هو في شوية. راجل بيتكلم؟ لأ، الرجالة بتتكلم وما بتبقى عايزة تستمع، بس الستات بتبقى هجومية، يعني بتبقى بتجمّع معلومات، يعني أنت شُفت مين النهارده وأكلت مُخبر. إيه بتاع وصرفت إيه، يقول لها أصل أنا النهارده اشتريت قهوة من مش عارفة مين كانت غالية، قُلت له ما أنت طبعًا لازم تعمل مش عارفة إيه، وإحنا لو أنا باسألك أقول لك هات لي بتاع ما تجيبليش، بس القهوة الغالية كده، فاتحط في دماغه خلاص هي دخّلت السيستم كده، هي برمجته إنه لأ أنا ما أقدرش أقول لها بقى، ليه؟ عشان هتقول لي تعليق لاذع. إمم. هنا خلاص، هنا الصداقة اتهدِّت، وكذلك الراجل، يعني أنا دلوقتي لو اعترفت لراجل بحاجة أو قُلت له ده أنا النهارده حصل كذا وكذا، طبعًا ما أنتِ لابسة ضيّق عشان كده عكس، فخلاص أنت عمرك ما هتقول مين عكس، هي كده، هي ده نوع من أنواع أنا باشوف دايمًا كتبت في كتابي التاني رسايل حريمي جدًا. رسايل حريمي جدًا part 1 في الجزء الأولاني والجزء التاني، كان الكتاب التاني كتبت فيه إن الفضفضة هي فن زراعة الونس بين قلبين. اهم. بس في فضفضة ساعات سلبية، يعني كل ما تتكلم يتاخد عليك الكلام، كل ما تتكلم يتاخد عليك الكلام، فهنا إحنا ما بنزرعش صحوبية، إحنا كده بناخد اعترافات بعض وبناخدها ضد بعض علشان بنجمّعها في العراك فبتطلع عالية أوي، فمن هنا الناس تخسر بعض، طب أنا أحكي له ليه؟ تقصدي هو إن مش مصدر أمان يكون في بالنسبة لي، تقصدي إن يكون في بينهم مصارحة. وبتبقى لطيفة، إمم. يعني ما تكونش دايمًا بصيغة tough، يعني أنا مثلًا واحدة صاحبتي جالها breast cancer من كام سنة وشالت صدرها وزرعت صدر تاني، فجوزها قال لها شكلهم وحش أوي، يعني مش لازم تبقى صريح، مش لازم تبقى صريح، في حاجات إحنا آه. محتاجين حتى لو دي الصراحة، أنت مش وعلى لازم تقول لها فكرة كده، في الدين حديث أو طبعًا مقولة الإنسان أصلًا يكون لَيِّن، لَيِّن لَيِّن القلب، هيّن لَيِّن. هيّن لَيِّن، وإن كنت يُحر فظًا يُحرّم على النار آه. كل هين لَيِّن، ليه تقول لها كده؟ مش كفاية المعركة اللي هي خاضتها ومش كفاية ألم المرض والابتلاء إمم. وبتاع، وخلّي بالك إنه الكلام الجارح ده هو اللي بيوصّل الناس تتعالج 5 سنين قدّام نفسيًا، هو الإنسان بيروح لدكتور نفسي ويبقى معاه إمم. أبوه قال له وهو صغير إنك فاشل. إمم. وأمها قالت لها أنتِ منكوشة، وجوزها قال لها أنتِ مش حلوة، بجد. آه. إحنا بنlabel البني آدمين، فهو بنوصّلهم بعد كده يروحوا دكتور نفسي، وإحنا كاتبين على البرطمان اللي جوّه أصل إمم. ده فِشل، أصل ده منكوشة، أصل ده بتاع ليه؟ أنت جِبت منين ده؟ الناس اللي باحبهم في الحياة قالوا لي كده عن نفسي، وخلّي بالك أنت بيقولوا لك كده يعني أبوك اللي بيقول لك أنت فاشل هو بيقول لك كده عشان تبقى شاطر، بس ده أسلوب غلط جدًا. بيعمل طاقة. طبعًا. إمم. والست الأم اللي تقول لبنتها والنبي أنتِ منكوشة، هي عايزاه أحلى واحدة في الدنيا، إمم. بس هي خلِّت ثقتها بنفسها النُص، إمم. وهكذا في الحياة. فإحنا محتاجين الصراحة دي ما تتقلبش لنوع من أنواع الأذى النفسي. إمم. ما هي كل اللي أنتِ بتقوليه ده الأذى ده بيتكوّن طبقات وبيعمل جوّه طبعًا، الإنسان طبقات layer، 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 layer طبعًا، آه. ما طبعًا. بيعرفوش يخرجوا منه. لأ، ما بيعرفوش. طب في شباب دلوقتي أنا حابب إن أنا أكلّمِك في الموضوع ده لإنه مهم. عشان سِنّي، سِن الشباب. آه. لأ حقيقة يعني أول ما بيبدأوا في العلاقة بيتكلّموا في الحاجات الsexual، إمم. يعني بيبقى موجود ده وكمان على dating apps دلوقتي لإن ده ما كانش موجود زمان، فأنتِ شايفة ده بيودّي مُخّهم لفين؟ طيب خلّيني أقول لك حاجتين دول مختلفين عن بعض dating apps
apps عشان عندي رأيين مختلفين في القصة دي. إمم. وفكرة إن الكلام بانفتاحية جدًا من أول علاقة. فكرة الdating apps أنا باشوف إن الست بتحط إيديها في الزبالة كده تطلّع رجالة. فما تحطش إيدك في الزبالة وتطلّع فراخ مشوية، ما فيش. فالرجالة اللي على الdating apps دول يا متحرشين يا نصابين. dating apps بس والّا على السوشيال ميديا لأ، بشكل عام؟ لأ على الdating apps بس. السوشيال ميديا دي ممكن يكون واحد معايا في المدرسة من وإحنا صغيرين، فإحنا عارفين بعض من الفيسبوك، آه. فاتخطبنا، بس ما بقى فيش في مشكلة. دخلات كده لأ، لأ، يخشوها. في ناس أنا عارفاهم، ما هو السوشيال ميديا دي في ناس أنا إمم. عارفاهم، ده ابن عمي وابن خالتي وكان معايا في المدرسة إمم. يعني في ناس أنا أوكي. عارفاهم، وابن طنط فلانة ومش عارفة مين معانا في الشغل، أوكي، ده مجتمع أنا عارفاه. لكن الdating apps يا متحرشين يا نصابين، أنا مش عارفة دول مين. إمم. وبعدين الهدف خلّي بالك على نيتكم ترزقون، أنت داخل ليه؟ أنت داخل ليه إمم. على dating apps وأنتِ داخلة ليه على dating apps؟ الرجالة أنا دماغهم أنا متسيطرة أنا ومحطوطة. هاعمل محامي الشيطان هنا شوية. أنا ما باعرفش ما بالاقيش حتّة أروح أتعرّف فيها على ناس، ما عنديش community، باروح الشغل وباجي البيت وعاوز أدخل على الdating apps أتعرّف على ناس. وهُم دول الرجالة اللي بتلاقيهم على الdating apps خالص، دول إمم. مش رجالة أصلًا، ولا ليهم في الجواز ولا المسؤولية ولا البتاع، بالعكس أنتِ هتعملي ندبة لقلبِك، أنتِ هتحطّي جرح لقلبِك، إمم. هيتحوّل بعد كده إن أنتِ استحقاقِك يقل، وهتتحوّلي إنِّك تدخلي في علاقات فاشلة، وهيبقى طول الوقت أنتِ شايفة مسمى الرجالة وحشين والحب وِحِش وبتاع، ليه؟ عشان أنتِ خدتِ طريق غلط. إمم. فده الجزء بتاع الdating apps أنا ضده تمامًا، تمامًا، حتى لو الموضوع ناجح في بلاد تانية، حتى لو نجح بنسبة 1%، فأنا كل الناس اللي شُفتهم على الdating apps يعني عالجتهم في الsessions كان through قصص فاشلة، فأنا ضد القصة دي. القصة التانية بقى بتاعة الناس اللي بتدخل من أول ما بتدخل في العلاقة بتتكلم كده، دي إشارة من ربنا، يعني ربنا بيورّيكِ بيقول لِك والله حضرتِك يا ست الكل داخلة في علاقة غلط، داخلة مع راجل هو مش متزن، هو بيدوّر على المتعة اللحظية معاكِ أو مع غيرِك، هو بيتكلم 10 يعني الراجل اللي بيتكلم ده كده ده إمم. بيتكلم 10. الراجل التاني اللي عايز بيت، بيتكلم على جواز، هاقابل أبوكِ إمتى، هنخرج مش عارفة إيه، طب بُصّي شقتي جبتها وعليّا أقساط، في حياة إحنا بنتكلم فيها، لكن فكرة إن إحنا بس نتكلم في العلاقات دي، ده indicator مهم جدًا، جدًا، جدًا إن العلاقة دي علاقة مزيفة، اهربي يا حبيبتي، إمم. اهربي في الأول، اعملي block للراجل ده وباي باي. هو إحنا بنختار اللي بنحبه والّا بنختار اللي بيعوّض عندنا حاجة ناقصانا؟ ده سؤال مهم أوي. بُصّي يا سيدي، رحلة الإنسان بيختار فيها حسب المرحلة والتردُّد اللي جواه، إمم. نحن نجذب ما نحن عليه وليس ما نريده، يعني أنا لو ست مش متشافية وعندي قلبي بيوجعني ولسه ما تعافتش، أنا هاجذب راجل بنفس طاقتي يوجعني، فإحنا بنجذب في الحياة ما يوازي طاقتنا، هيبقى استحقاقي قليل، هيبقى أنا مش فاهمة أنا عايزة إيه، هيبقى أنا ما وصلتش أصلًا إن أنا تعافيت من العلاقة القديمة ونضّفت، فجالي راجل كويس، لأ باجذب راجل هو كمان مش متعافي، باجذب راجل يخلّيني في مرحلة أنا كمان مش كويسة، خلاص؟ طب لو الإنسان متعافي في مرحلة هو عارف استحقاقه، في مرحلة أنا متعافية، في مرحلة أنا مبسوطة، في مرحلة أنا مرتاحة، فباجذب شريك حياة هو كمان متعافي ومرتاح، فإذًا الإنسان اللي أنت بتجذبه لحياتك ده يا إما يكون درس، يا إما يكون نعمة، يا إما أنت هتكمّل معاه، يا إما أنت هتتعلم منه حاجة، فلذلك يقع الإنسان في الحب، يقع في الحب، بس بيتفرج على الحب ده، الحب ده هيأذيه، هيوجعه، طب هو هيتراجع، طب هو شاطر هيتراجع والّا هيكمّل وهيتوجع، فأنت بتقف هنا تعرف نفسك، تعرف العلاقة دي كويسة صحية هاعرف أكمّل فيها والّا هاعرف أقول لأ وأتراجع، فالكون يكافئني ربنا يدّيني على قد نيّتي بقى، عشان أنا قُلت لأ، فلمّا بتقول لأ بيتجلّى لك أشياء أعلى. في تعريف للحب والّا الحب حسب منظور كل واحد؟ أنا باشوف تعريف أنا وصلت من كتابي الأول لكتابي الخامس لتعريفات مختلفة، هادّيكِ التعريف الألطف اللي أنا يعني باعتمده، إن هو الونس والسند في الحياة، يعني إيه؟ يعني أنا في الآخر بادوّر على راجل أقعد أنا وهو نتونس، نتفرّج على التلفزيون، نحط فشار، نروح movie، نسهر سوا، نروح السينما، نروح ولادنا، أحفادنا، ده اسمه الونس، والسند إن لمّا يكون الراجل ده هيدفن حد من قرايبه وركبه في التراب، أشيل له التراب واسند الراجل ده وأطبطب عليه، ولمّا يكون أنا في المستشفى الراجل ده يكون جنبي، أنا باشوف إنه التعريف الناضج وخلّي بالك الناس بتاخد الونس بس، يعني أنا عايزة أروح سوشي ونروح date ونمسك إيد بعض ونقول كلمتين كده هم وخلاص. بيعيشوا الحالة. بيعيشوا الحالة بتاعة الونس، لكن السَنَد بقى في المرض وفي الموت وفي تعب فين؟ عشان كده ناس لمّا العِشرة تقول لك في مصطلح كده يقول لك دي عِشرته حلوة، أنا حبيته عِشرته حلوة، ليه؟ عشان هو كان لطيف في السَنَد مش الونس. بس عِشرته حلوة دي ما بتتقالش كتير اليومين دول. علشان ما العلاقات ما بتكمّلش كتير اليومين دول، بس في الناس اللي قبل كده الgeneration اللي قبلنا وقبل اللي قبلنا، هو عِشرته حلوة. أوكي. شُفت reel ليكِ امبارح بتقولي أنا قبل عيد ميلادي باروح أرقص زومبا، باروح الgym يس. وباعمل diet باعمل challenge رهيب. وباعمل challenge وباجري كل
يوم الصبح عشان آه. أبقى في best form قبل عيد ميلادي. آه. يعني معنى كده إن أنتِ سِت ماشية بschedule معيّن كل يوم منظم system system. باشا ماشي بالسيستم positive 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 باحط السيستم وامشي عليه، مش معنى كده إن أنا ما عنديش مشاكل، مش معنى كده إن أنا ما بازعلش ساعات بازعل، بس بازعل واعيط أروح أسبّح وأنا باجري وأنا بامشي على الصبح على البحر، أسبّح ربنا، لكن ما بن مش ما باكسّلش إني أنزل، خلاص عندي مشكلة وهتتحل. لو قُمتِ من النوم الصبح ولقيتِ الsystem ده واقف وما فيش أي حاجة هتعمليها، إمم. هتكوني فين؟ ولا حاجة هاقعد في السرير أتفرّج على فيلم جديد وأطلب سوشي، أنا من الناس أنا ما اعقدش حياتي وبتاع ولا عندي أي ريحة جلد ذات، اليوم اللي أنا مش قادرة أقوم فيه في السرير لأي سبب من الأسباب، هاقعد في السرير باللابتوب بتاعي، شكرًا يا رب على نعمة الصحة، شكرًا يا رب على نعمة إن عندنا كهربا وعندنا لابتوب وعندنا أفلام جديدة، هاقعد أطلب سوشي والّا أطلب ساندويتش شاورما وهاقعد في السرير وهاريلاكس، هاشحن طاقتي، مش أي مشكلة. في تبليج اسمه 50 سؤال في الحب، من أعظم ما كتب خلي إيه بالك. السؤال ال51؟ ما عنديش يعني أعتقد إن أنا سألت كل الكتاب ده عبارة عن 5 حاجات متقسّمين، عن الوهم، عن الحاجات اللي إحنا بنقع فيها غلط، عن الحاجات اللي هي بنكتسبها معتقدات، وآخر مرحلة فيهم مش السعادة، السلام. إمم. فالكتاب ده تقريبًا كل ما أظن إن أنا كنت عايزة أكتبه أو كان في بالي عن الحب، عشان كده باحبه جدًا، لإن هو it's a guide شامل، إمم. فأنا باحبه أوي. لو حد مسك مقالة وقراها من غير ما يكون مكتوب عليها اسمِك، يعرف بإن هي بتاعتِك إزاي؟ يعرف، في مصطلحات كده كان أستاذ مفيد الله يرحمه غششينا. أستاذ مفيد الله يرحمه كان بيقول لي: "عندِك لغة عشقية متفردة." إمم. عشقية دي بتاعتي، الونس ده بتاعي، عندي جُمل ليها إيقاع مضبوط وسريع وصور، لأ ممكن جدًا تعرف إنه دي غادة كريم من غير ما يبقى عليها اسم، دي مين هو حقيقة. رفيق الروح؟ رفيق الروح بالنسبة لي إنه الشخص اللي أنت بيلمس روحك قبل أي حاجة في الدنيا، يعني أنت لمّا بتشوفه كده بتحس إن أنت مبسوط من جواك، مرتاح من جواك، ويبتدي المواقف تثبت لك إن هو فعلًا جدير بده، يعني الbond اللي ما بينكم الspiritual bond اللي اتخلقت دي هي المواقف بتدعمها علشان تحس فعلًا إن أنتم لبعض، ربنا بيعمل الحركة دي مش أنت، ما فيش أي حد بيختار القصة دي، ربنا هو اللي بيحط 2 كده مع بعض ويقول لهم أنتم عيشوا مع بعض، جزاءً ليهم على شيء ما، الحب ده رزق، هو ربنا بيحطه كده في طريقك، ربنا يرزقنا. في حب بيبدأ من الأول حب نقي، وبعد كده بتتحول لساحة معركة، إمم. شايفة ده إزاي أو بيحصل ليه؟ هو ما كانش نقي من الأول، الأشياء يعني البداية كانت غلط. لأ، إمم. يعني إحنا مش بنمثّل في الأول بس نتجمّل، زي ما كان فيلم بتاع أحمد زكي، نحن لا نكذب ولكن نتجمّل، في حاجات في الأول إن أنا مثلًا أنا سِت مش عصبية، فباقعد آخُد الناس على محمل لطيف، وبعد كده عند مرحلة معيّنة من خلاص تمام، يعني العلاقة دي بقيت حاطة رجلي فيها، باتعصب بقى براحتي، فهو من الأول أنا سِت عصبية. إمم. فهي الأشياء النقية تولد نقية، دي ينفع حد يتولد ولد وبعدين نكتشف إن هو بنت لأ، هو بيتولد ولد يا بيتولد بنت، فالأشياء يا بتتولد مزيفة يا بتتولد نقية، فالأشياء النقية تبقى نقية، والأشياء المزيفة هي اللي بيتم تغييرها، يعني بتبدأ إن هي حلوة مش نقية، خلينا نقول إن هي حلوة أو محطوط عليها كده ريبان براقة. شيك براقة، وبعدين يروح بقى الجلاتر ويروح الزهو بتاع ليه؟ عشان الموقف هي الفيصل لكل شيء، مواقف، أوكي. المواقف هي اللي بتقول لك هل الإنسان ده بيحبك والّا مش بيحبك، موقف بيدّيك يعني إجابة. يعني المعارك اللي في البيوت دي كلها عشان البداية كانت غلط من الأول. لأ، المعارك اللي في البيوت عشان الشخصيات دي وإحنا بنتغيّر وبناخد form ما بنشتغلش على نفسنا كفاية، فنبتدي إن إحنا بنبعد عن بعض، لكن لو إمم. بنعرف نشتغل على نفسنا كفاية ونشتغل على علاقتنا بالآخر، الدنيا هتبقى ألذ وألطف، إيه النقطة اللي الشخص يبدأ منها إن هو يبدأ يطلب المساعدة؟ يبقى مش قادر يقوم من السرير، أو يبقى كاره الدنيا، مش عايز يعيش، إمم. مش بينام كويس، مش بياكل كويس، مش عايز يشتغل، تبتدي كده الmood ده من أسبوعين ل3 فتحس إن أنت بقى depressed ومحتاج تتكلم مع حد. لمّا شخص بيختفي من العلاقة إمم. ونفضل إن إحنا في حالة الانتظار، بيكون الحالة دي اشتياق ليه والّا للحالة نفسها؟ حسب، هل أنا أصلًا الحالة نفسها بدأت إزاي؟ هل أنا مفتقدة الشخص ده؟ يعني دلوقتي أنا عايزة أروح السينما، هل أنا كنت باروح معاه السينما عشان هو راجل لطيف ولذيذ وبيضحّكني وبيجيب لي فشار كراميل والّا أنا كنت باحب الراجل ده؟ فلو أنا باحب الراجل ده مش هاعرف أروح السينما مع حد غيره، لكن أنا لو أنا باحب السينما مع راجل لذيذ، هاجيب راجل لذيذ غيره، فهي الحالة بدأت إزاي أصلًا؟ هل إمم. أنا باحب الشخص والّا باحب الحالة؟ فمن هنا الاختفاء أصلًا أنا مش فاهمة الناس اللي بتعمل ghosting وبتختفي، أنا شايفة إنهم ما يرجعوش، أنا شايفة إنه خلاص أنت مشيت امشي I let go على طول، اللي إمم. بعده power of next. إزاي الست أو الراجل يوصلوا للقوة اللي وقت الاختفاء ما لأ يرجعوش؟ ده قرار، إمم. أنت مشيت ده قرار خلاص، أنت خدت القرار ده وما بقيتش موجود عشاني، بدل أنا أقدر أستغنى عنك يوم و2 و3 وأسبوع، أنا أقدر أستغنى عنك forever وأنا باشوف إنه بيسيب مكانه لحد أحسن، سيبه يمشي، في عهد أحسن إمم. هيبقى موجود، إمم. ما تتمسكش أبدًا بحد يمشي من حياتك، على مستوى الحب، على مستوى الصداقة، على مستوى العمل، على أي مستوى، أي حد عايز يغيّر مكانه، اعرف كده إن هو بيتاخد من حياتك عشان يدخل حياتك حد تاني.
سيب الدنيا ترتّب يحصل لك replacement. جدًا، سيب آه. الدنيا ترتّب لك مين يدخل ومين يطلع، دي تدابير ربنا مش بتدابير البشر، الإنسان محتاج يكون مرن مع القصة دي، سيب ربنا يدبّر لك أمرك، سيبه ما تعملش resistance all the time إنه لأ أنا عايز ده، لأ أنا ماسك في ده، لأ مش عايز ده يمشي، خالص اللي هييجي دايمًا أحسن. لمّا يحصل صمت إمم. وقت الخلاف في العلاقة والصمت ده يطوّل، إمم. بتشوفيه إزاي أو باشوفه غباء. بتستخدميه باشوف الصمت غباء، باشوف 2 يعني أصل خلّي بالك لو عندما تصمت أنت يتكلم الشيطان، عندما تصمت أنت يتكلم الشيطان، فالشيطان هيروح للست دي يقول لها شُفتِ ما باحبكيش، شُفتِ سابِك تولعي، إمم. شُفتِ حصل مش عارفة إيه، عندما تصمت أنت يتكلم الشيطان، وبعدين الراجل يعني بيخاف من إنه الست تشتعل أكتر، لا بالعكس ده هي الست هتولّع في نفسها 5 أيام عقبال ما أنت تكلمها، فأنا باشوف إن الراجل لازم يلِم الدنيا على طول مع الستات، على طول ما إمم. تسيبش حد ساكت لأ، أنا باشوف إن الناس لازم تعبّر عن مشاعرها وتتكلم، يعني ت ت تقعد مثلًا ينزل على القهوة، هي تاخد دُش مش يعني نُص ساعة، ساعة كده يكونوا الناس هديت، بس ما ننامش زعلانين. الصمت الطويل ده بيعبّر عن إيه؟ الصمت الطويل ده نهاية العلاقة، بدل إمم. أنت سايبني أسبوع ما بتكلمنيش وشهر ما بتكلمنيش وأنا أسبوع، قاعدة معاك يعني لو حد اختفى أسبوع يبقى دي نهاية لأ، العلاقة أنا صح؟ باكلمك على ناس متجوزين قاعدين في نفس البيت آه. كمان، في ناس ما بتكلمش بعض، إمم. ت ي ت صباح الخير عايز تفطر، مساء الخير عايزة أعيش فين وأنا جاي للعيال، بس طب إيه إحنا فين؟ بس كلامِك ده ضد فكرة الbreak. أنا أصلًا ضد الbreak أنتِ ضد الbreak. أساسًا، إمم. باشوف إن الbreak ده بيحط العلاقات في التلاجة، حطيت العلاقة في التلاجة خلاص هتبوظ منك، إمم. أسبوع كده هتطلّعها عامل زي الزبادي الexpired بس أحيانًا بيكون healthy. لأ، ده عشان أنت راجل. ده healthy للرجالة عشان شارية دماغها، لكن الستات مش healthy خالص. طبعًا مش معقول! healthy إمم. طبعًا، إمم. إحنا دلوقتي 2 بنحب بعض، حصلت مشكلة ما بيننا، أنا أروح أقعد لوحدي وأنت تروح تقعد لوحدك، طب وإحنا ليه بقى؟ لأ، أنا إحنا موجودين باتكلم ليه؟ في الbreak مش في المشكلة، يعني من الbreak اللي من غير ما يكون في مشكلة، ليه؟ يسيبِك مثلًا تروحي retreat. لأ، ده مش break عشان آه. خلّي بالك، ده ده مش مش break break؟ أصلًا، لأ، آه. ده إن الإنسان بيغيّر جو كده، أنت تروح عند أمك شوية وأنا أروح عند أمي ما هو شوية ده يعتبر ونرجع تاني، break. ده حياة لأ. نمشّيه break ده. لأ، ده مش break، أنا باتكلم على الbreak اللي في العلاقات، اللي هو إمم. هنقيّم العلاقة، أنا هامشي وهاقيّم العلاقة كمان 3 أيام كده أنا مشتاق لِك والّا مش مشتاق لِك، ده لأ، ده إمم. في إهانة ليّا وفي كرامتي أصلًا، أنت تمشي بقى وتقيّم براحتك أنا مش عايزاك تاني، لكن الناس المتجوزين اللي كل هو يروح رحلة وهي تروح رحلة وبتاع، ده تغيير رائع، ده اسمه تغيير، ده تحت بند التغيير وده رائع إمم. جدًا للعلاقات. اللي ماسكين بقى في بعض، مكلبشين في بعض دول. ما عندهمش حياة، يعني حاسة إنه يعني في قصيدة كده لنزار قباني كان بيقول لها: "ابعدي خطوتين كده عشان أشتاق لِك، أنا مع المسافات، يعني ادّيني بس كده راحتي، يعني ما إمم. تقعدش كده إحنا جنبي ليل ونهار وأنا مش توحشني، روح بس هات حاجات كده وتعالَ." اتمشى شوية. اتمشى كده في ناس بيشدّها الغموض وفي ناس بيخوّفها، وده ساعات بيكون عامل جذب جوّه العلاقة نفسها، أوكي. بتشوفيه إزاي؟ والله أنا عقرب غامض إلى حد كبير، بس أنا باشوف إن أنا سالكة جدًا في العلاقات، يعني لو أنت ارتضيت إنك تدخل علاقة، يبقى إذًا أنت محتاج تبقى قلبك مفتوح على الآخر، طب أنا داخلة العلاقة دي ليه؟ إمم. فين الvalue اللي إحنا بنزودها عند بعض؟ لو أنا مش قادرة أقول وهو مش قادر يقول، لو أنا غامضة في الحتة دي ومش هاشاركه فيها، أصل العلاقات هي المشاركة، إمم. بس في ستات بتحب الراجل الغامض اللي مش بيعمل مُكتشف. إيه بسلامته؟ لأ، في بجد ستات بتحب أعمل بيه كده، إيه؟ تحب الراجل تقعد تكتشفه. أنا ولا عايزة أكتشفه ولا عايزاه يبقى غامض ولا عايزاه يبقى تقيل، كل ده عدم سلكان وده بتاع المراهقين الصغيرين، يعني إمم. الناس الصغيرين هم اللي بيحبوا اللعب كده عندهم وقت، أنت بتفرهد بقى على الأربعينات بتفرهد خلاص، باشا عايزين الحاجة كده بيضة مقشرة، غير كده لأ، حوارات كتير ولف كتير وغموض كتير لأ games بتاعة القط والفار دي مناسبة للصغيرين اللي بيستكشفوا الحب وبيحطوا كتالوج وعندهم وقت وبيحبوا اللعب مش هيروحوا في حتة. إمم. فاهم؟ إحنا ما عندناش وقت، كل ما بتكبر في الحياة بيبقى ما عندكش وقت، بتبقى عايز الحاجة تبقى واضحة straight to the point أنا عايزة كده، أنت عايز كده، نبقى مع بعض، أنت عايز كده وأنا عايزة أروح هناك، يبقى إحنا مش مع بعض، ما نضيّعش وقت بعض، فأنا باشوف الغموض ده لعب يعني مش الإنسان لازم يبقى واضح في العلاقة. إيه التابو اللي لسه ما كسرتيهوش؟ إيه أكسر إيه أكتر من كده ده أنا واصلة لسقف التكسير، لأ ما أعتقدش إن عندي أي حاجة ممكن أكسرها أكتر من كده في الحياة، خالص. خالص، إمم. خالص.
عندي باتكلّم في الدين واتكلّمت في السياسة، أنا أيام الإخوان كنت باكتب مقالات أصلًا في السياسة، وباكتب مقالات في السَكس، وباكتب مقالات بس يعني بطّلت السياسة ودين إلى حد كبير، بس أنا عندي مقالات أصلًا بتخُص الدين، أنا إمم. شخص روحاني بطبعه، كتبت مقالات عن الحجاب، كتبت مقالات الاكتئاب لا يعالج الصلاة لا تعالج الاكتئاب، واتشتمت عليه أكتر ما اتشتمت على مقالات السَكس. تحبي تكلميني عن الموضوع ده كده في brief سريع عنه؟ طبعًا أنا باشوف أنا سِت اكتئبت مرّتين في الحياة، وعارفة كويس أوي إنه مش الصلاة اللي بتطلّع الإنسان ده مرض، الأمراض ربنا لمّا خلقها، خلق لها العلاج بتاعها، فأنت لازم تروح لدكتور، أنت لمّا الزايدة بتوجعك ما بتقعدش تسبّح، بتروح لدكتور تشوف إيه اللي بيوجعك، هتشيل الزايدة اللي انفجرت دي والّا بتقعد تسبّح عشان أنت راجل تقي؟ ما فيش كده، فالأمراض النفسية كلّها الاكتئاب وغيره، لازم أنت محتاج لدكتور ومحتاج لدوا، ربنا موجود دايمًا في السراء والضراء، يعني ربنا ده في الbackground ما بنشيلوش أصلًا. لكن أنت لمّا بتتعب تبقى كليتك بتوجعك، بتروح والله عندك حصوة في الكلى، بتروح تعمل إشعة وتاخد دوا. نفسيتك لمّا بتتعب والإنسان ييجي له اكتئاب، في مؤثرات في المخ بتقل، بتروح تاخد بس أنت لو سمحت بتاخد الهرمونات بتاعة السعادة، بتاخدها pills كده خلاص هتبقى كويس. المؤثرات العصبية دي محتاجة دوا، فمحتاج كل الإنسان محتاج كده. فالناس اللي بتقول لك لأ، ده الاكتئاب ده بُعد عن ربنا، أنا ضد ده، ده وعي إمم. منخفض، ده طبعًا جهل. آه. فأنا مع فكرة وده المقال كان بيتكلم على كده، الصلاة لا تعالج الاكتئاب. إمم. أنت محتاج تروح لدكتور عشان تعالج أي مرض في الحياة، سواء نفسي أو عضوي. وفي موجة اليومين دول أو ماتريكس طالع إن هو بيقول ولا life coach ولا يوجا ولا مش عارف إيه وكل الحاجات دي حرام، تقولي للناس إيه إن هم لمّا يشوفوا الحاجات دي ما ينجذبوش ليها؟ باشوف إن الإنسان ربنا ميّزه عن باقي الكائنات الحية بالعقل، إمم. حكّم عقلك دايمًا، حكّم عقلك الصلاة تودّيك فين، واليوجا why not هتودّيك فين، وإنه تروح class زومبا وتعمل رياضة، ما تقروا قرآن ويبقى عندكم يا جماعة طول النهار وِرد باستمرار، اذكروا الله يذكركم، أكتر الناس اللي عندها وِرد، أنا باحُط الناس في الsessions على تسبيح، يعني يقعدوا يسبّحوا كل يوم ليه؟ علشان يعلّوا طاقتهم الإيجابية، عشان تبقى في قانون التسليم. فما فيش حاجة في الدنيا اسمها أنا باشيل ربنا من أي معادلة، لكن ربنا أمرك إنك أنت وأنت بتذاكر بتعمل، يعني بتعبد ربنا بتعمل، وأنت بتعبد ربنا بتذاكر وهكذا، لكن ما قالكش قُل اعملوا فسيرى الله عملكم. فأنا مع دايمًا إنه الحاجات ربنا أمرنا إن إحنا نستكشف ونعيش ونتبسط طبعًا دي سكة ربنا. إمم. أوكي. أنتِ في معظم الحديث بتاعنا النهارده اتكلمتِ بصيغة دايمًا تقولي حكّموا عقلكم، فكّروا بعقلكم، إيه الموضوع اللي غادة كريم بتتكلم فيه بقلبها؟ هي غادة كريم عندها قلب أصلًا، إمم. أنا عقل وطلع له بني آدم. إمم. ما أعتقدش إن أنا يعني قلبي involved في كل المواضيع عادي جدًا، بس أنا باحكّم عقلي أكتر بصراحة. إمم. يعني أنا شخص واقعي في الحياة، يعني دايمًا صاحبتي الأنتيم تقول لي كده، تقول لي: "هو إحنا لازم الواقعية دي يعني أنتِ ضد المدارس الشعورية والّا معاها؟ حَكّم عقلك الأول." أنا مع التوازن، يعني لو أنا بانتمي لمدرسة معيّنة أنا مع مدرسة التوازن، إمم. هاحس بحاجة بقلبي وعقلي ادّاني الgreen light الأول إن أنا أمشي فيها، يعني هي دي الحاجة صح، فأدّي قلبي green light إن هو كمان يعيش معاها، لكن أصلًا عقلي اصطادني من حاجة وقال لي: "دي علاقة سامة، ده الراجل ده بيكدب عليكِ." ده الست دي وحشة، ده مش طريق ربنا، ما عنديش مشاعر بقى تجاهها، خلاص خدت قرار بقى بعقلي إنه لأ، فهو لازم عقلي الأول ياخد القرار وبعدين أدخل المدرسة اللاشعورية مع بتاعتك زي ما أنت عايز، بس العقل ربنا ميّز الإنسان بالعقل. أوكي. الناس اللي هتتفرّج النهارده عليكِ في البودكاست ده، حابة إيه الفكرة اللي تبقى ثابتة عندهم في دماغهم ويفتكروها دايمًا؟ هاقول لك، من منطلق إن أنا سِت باعالج الناس وباسمع مشاكلهم، معظم مشاكل البشر تتلخص في إن هم مش بيفعّلوا قانون التسليم في حياتهم، إمم. مش يعني الجملة اللي خلّتني طول الوقت أحسن، ما لا يُقضى بالفكر يُقضى بالذكر، في إمم. حاجات في إيد ربنا أوي، وربنا قاعد فوق بيدبّر أمر عبيده، ممكن تبقى عبد، ممكن تسيب ربنا يدبّر لك أمورك، ممكن ما تقلقش زيادة عن اللزوم، ممكن ما تبقاش control freak وماسك كل حاجة، ممكن لو ربنا ياخد حاجة من إيدك عامل زي الأب اللي بياخد لو وقعت الشوكليت في الرملة وابنك بيلعب وعنده 3 سنين، هيقعد يزعق علشان عايز الشوكليت ويصرخ، بس أنت عارف إنه مش هيقدر ياكلها، تدّي له واحدة أحسن منها، فدايمًا ربنا رحيم وكريم وخزاينه واسعة، وبنقول ونعيد دايمًا في التسبيح أسماء الله الحسنى ونسبّح بيها عشان يستشعرها جسمك وقلبك، فتبقى طول النهار مسلِّم، فلو أنا اتعلمت حاجة في الرحلة وهاقولها للناس النهارده إنه من أريح الحاجات في الدنيا اللي الإنسان يشتغل عليها بعقله وبقلبه هو التسليم، إنه رب الخير لا يأتي إلا بالخير، وخلّي بالك مثلث الوعي بيشتغل كده، إنه الفكرة اللي أنت بتحطها هي اللي بتجيب لك المشاعر، هي اللي بتجيب لك أفعال، فهو ما فيش حاجة اسمها مشاعر، المشاعر انعكاس لأفكار، عشان كده أنا مع الأفكار ومع التوازن، فالفكرة دايمًا لو أنت مسلِّم لربنا وأمورك في إيد ربنا مش هتبقى حزين، إمم. مش هتبقى قلقان، فكل المشاعر اللي إحنا بنشوفها طول الوقت بتاعة الحزن وبتاعة القلق
وبتاعة بُكرة، وبتاعة هاعلّم عيالي إزاي، وبتاعة الراجل ده لو مشي هاعمل إيه، وبتاعة لو ما اتجوزتش، وبتاعة لو اتطلّقت، وبتاعة لو مشّوني من الشغل. طول الوقت الإنسان قلقان، في حين إن ربنا بيدبّر لك أمرك بأحسن ما أنت تتخيل تمامًا. فأنا مع قانون التسليم، هو يعني ده في الرحلة. اليقين. جدًا، وتسلِّم، يعني إمم. لمّا ربنا هياخد منّك حاجة هو هيدّيك حاجة، ما تبقاش حزين. ما إمم. اتقبلتش في الinterview ده، مش يمكن شايلة بس شغلانة أحلى؟ وعلى فكرة كلّنا بنبُص دايمًا للماضي ونقول إيه ده! ده الحمد لله أنا ما اتقبلتش هنا، الحمد لله أنا ما اتجوزتش الراجل ده، الحمد لله إن أنا ما خلّفتش العيّل ده دلوقتي. هو أنت بتستكشف بالوقت إنه ربنا عنده توقيت وعنده حكمة من إنه ياخد حاجة من إيدك أو إنه يدّيك حاجة في الوقت إمم. ده. فأنت لازم تثق في التوقيت، في رحلتك، في التوقيت اللي ربنا بيدّيه لك. هو عارف كويس أوي إن هو بيدّيه لك في الوقت ده إن هو مناسب، أنت مستعد دلوقتي، غير كده أنت مش مستعد إنك تستقبله، أنت ممكن تضيّعه، ممكن تبوّظه، ز وهكذا في كل شيء. زي الحكايات اللي في سورة أهل الكهف. طبعًا، آه، آه. طبعًا، طبعًا. إمم. إمم. فأنا باشوف قانون التسليم من أكتر الحاجات اللي اتعلمتها في الرحلة ومفيدة جدًا للبشر. لو قصة حياتِك اتعملت فيلم تحبي مين تبقى البطلة؟ ويعملوا قصة حياة فيلم ليه؟ إيه اللي فيها يتعمل قصة حياة؟ بس عمومًا ممكن أختار نيللي كريم عشان أنا باحب نيللي، وأعتقد إن أول جملة نيللي قالتها لي في حياتي نيللي كريم وغادة كريم نبقى أخوات، فيعني ممكن أختار نيللي عشان باحبها. غادة في حاجة النهارده نسيت أسألها لِك؟ لأ، إحنا تمام. أعتقد إنك سألنا سألتني في كل حاجة. سألنا كل ده فاضل حاجة. كده المحشي، طريقة المحشي والفراولة معمولة زي فاصوليا ليكِ حمرا. فيديوهات عن المحشي جامدة. طبعًا، والفاصوليا الحمرا اللي باعملها براونيز من أكتر الحاجات اللي الستات طول النهار والليل يسألوني عنها، طب نعملها إزاي، طب نعملها إزاي؟ خلّي بالك الوصفة دي أنقذت حياتي، أنقذت وزني في الحياة، خلّتني شخص أخف، لإن كل الست بتحب الحلويات أوي، فيوم ما استبدلت الحلويات بحاجات أخف وألطف وstill حلوة، حياتي اتغيّرت. أنا باشكرِك جدًا، أنا عارف أنتِ ما بتحبيش تطلعي في أي بودكاست، أنا باشكرِك النهارده إن أنتِ استمتعت معاك كنتِ جدًا. معانا، وأنا استمتعت جدًا، وخدنا فكرة جميلة جدًا عن أفكارِك والطريقة اللي أنتِ بتكتبي بيها، ورواياتِك الحلوة. تنصحي لحد لسه ما قراش لغادة كريم يبدأ بإيه؟ 50 سؤال في الحب، بما إننا اتكلمنا عنه، ابتدي 50 بالكتاب سؤال ده. في الحب؟ شكرًا.